واخيرا قررت ازرع. وادري هواي اسئله تخطر ببالك عن الزراعه، فاي سؤال يخطر ببالك عن الزراعه راح تشوفه بهذا الفيديو. فتابع الفيديو للاخير ولا تعبر اي دقيقه، لان كل دقيقه بهذا الفيديو مهمه او ممكن تحتاجها اذا انت كنت ناوي تزرع. ونقول يا الله، وهسه طالعين من البيت للمطار الساعه 3، طيارتنا ب6:30، فخليكم ويانا. هسه وصلنا المطار وخلصنا الاجراءات، ان شاء الله بعد ساعتين طيارتنا. وهاي الشفقه ايامها الاخيره. هاي الوضعيه من يطلع عندك وزن زايد وتحتار بيه. هسه تعال هاي شي يسدها، بما انه سالفتنا مطوله فيراد لها قهوه وحليب. احلى شي صاير بمطار بغداد انه الحمام بكل مكان، يعني ما يخاف من الناس ولا شي، فشي كلش لطيف وحلو. يا الله، حاليا وصلنا مطار اسطنبول. هسه بس نروح نستلم الجنط وبعدها نتوكل للفندق. وهسه ذن جنطنا لازم ناخذهن ونروح للبوابة اللي منتظرنا بيها السائق. وهاي هي البوابة مالتنا اللي المفروض منتظرنا بيها سائق خاص من المستشفى، فخلينا نشوف. طارق فهد. يس، مرحبا بك. اهلا وسهلا. مرحبا بك. هذا السائق مالتنا وصل. How are you؟ الحمد لله، انت؟ الحمد لله. وهاي وصلنا للسيارة الخاصة بالمستشفى. ثانك يو. خلينا نصعد. يا الله. طبعا ما جابونا للفندق، جابونا للمستشفى، كملنا التحاليل والترتيبات. هسه بس منتظرين السيارة تجي ونرجع للفندق، وبعدها تقريبا 3 ساعات 4 ايضا نرجع للمستشفى حتى يكملون الاجراءات والتحاليل وكل الامور طبعا. وكل شخص يجي اكو وياه مترجم يفهمه ويوضح له الامور حتى تمشي امورك على تمام التمام. خلينا نروح للمستشفى، يعني لحد الان ما نايمين من لحد امس بس الساعة قاعد بال10 الصبح، هسه الساعة بال11 تقريبا، يعني صار 24 ساعة بدون نوم. وبس تخيلوا حجم المستشفى اللي هو مخصص فقط لزراعة الشعر، اللي متكون من 14 طابق. بعد ما كملنا الفحوصات هسه متوجهين للفندق. طبعا هاي الفحوصات الأولية تحليل دم، نروح للفندق ساعتين 3، تجينا السيارة مرة ثانية ترجعنا للمستشفى، تحاليل البقية حتى باكر العملية. وشغلة ثانية ما محسب حسابها أبدا، مدقة الناقصة بيه، إنه البلاكات بهذا الفندق كلها بهذا الشكل، واحنا متعودين على البلاكات مالتنا هاي العراقية الثلاثية. فما ادري، ما كنت محسب حساب لهذا الموضوع. يعني انا رايح قطر، رايح الامارات، البلاكات عادية هاي الثلاثية، بس هنا لاصت الشغلة علينا. هسه لازم نشحن على هذا البلاك مالتهم الموجود، ما ادري ايش قد هذا ينطي شحن، 5 فولت شو ينطيني ايش قد. هسه وصلت السيارة، ف رايحين للمستشفى على مود نكمل اجراءات الفحص الاخيرة قبل العملية. وهذا المستشفى اللي انا بيه مو مجرد مركز، يعني مثل المعروف عنه مركز تزرع به شعر، يعني هيك على قد حاله، لا، هذا هو عبارة عن مستشفى كامل من 14 طابق، وهو أكبر مستشفى بالعالم زراعة الشعر، اللي ليه أكثر من 10 أفرع تقريبا بالإمارات، من ألمانيا، وهذا الفرع اللي أنا جيته تركيا، وبيه بعد هواي أفرع. ف يعني مستشفى متخصص بس لهذا الشيء والأكبر بالعالم، فأكيد النتيجة راح تكون أفضل من اللي أنت رايدها. لهذا السبب أنا أجيته. وبالمناسبة إذا تريد تزرع أو مفكر تزرع أو متردد إنه تزرع أو لا، أو تريد تعرف شلون راح تكون زراعتك، شنو الترتيب، شنو إيش قد راح تزرع، يعني كل هاي التفاصيل إذا تريد تعرفها، فالمستشفى موفر لكم استشارة مجانية. هذا رابط راح يطلع لك هنا فوق هذا الشريط، أو تلقى الرابط بالوصف، الاستشارة المجانية. تدخل على الرابط ويسوي لك استشارة مجانية، شنو تحتاج، شنو تريد، كل هذا مجانا. فإذا تحبون ادخل على الاستشارة وسوها، فهي ببلاش. لا، هي وين الدقة الناقصة؟ ما خليت كوت ما جبتها، ما خليت قمصرة ما جبتها، قلت انجماد، واصل تركيا القاها انجماد. شو وصلت هناك كان الحر، هسه لابس بس هاي البلوز وكاتن الحر، احر من العراق.
هذا الشيء الترتيب يجوز راح البس نص ردن. وهنا قاعد يشرحون لي عن الإجراءات قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية والأمور اللي لازم أسويها حتى تكون النتيجة مثالية. وشغلة أكيد ما لاحظتوها إنه الشخص اللي قاعد يشرح لي هو أيضا زارع وبنفس المستشفى. طبعا هاي انطوني اياها تجهيزات حتى استخدمها قبل او بعد العملية، علاجات هاي المخدة وترتيبات. فهسه خلينا ناخذ لنا مية عطشنا. وهسه بدينا فحوصات ما قبل العملية. وأول شيء تخطيط القلب، بعدها أخذوا لي صورة لفروة رأسي بجهاز خاص، وهذا الجهاز يحسب لنا إيش قد عدد البصيلات اللي موجودة، إيش قد عدد البصيلات الثنائية الأحادية الثلاثية، وعلى أساس هذا الشيء يحددون وين يخلون هذه البصيلات حتى تحصل على أفضل كثافة ممكنة. الجزء اللي طالع منه شعرة، الجزء اللي طالع منه 2، والجزء اللي طالع منه 3 وأكثر بصمم مئوية. هذا الملف مالتي كل التفاصيل راح تكون موجودة بهذا الملف، من تحاليل فحوصات أي شيء راح تكون موجودة بهذا الملف، وعلى أساسه راح يشتغلون العملية. الوزن 83، طول 170. 170 medium 6 ounces. انتوا بس تخيلوا حجم المستشفى اللي مخصص فقط لزراعة الشعر اللي هو 14 طابق. هذا هو المستشفى. وهنا كان عندنا مقابلة سريعة ويا المستشفى، وقبل لا أجي من العراق طلبوا إنه أجيب هذا الزي حتى نصور به المقابلة. بعد ما خلصنا كل شيء بالمستشفى، خلصنا التحاليل، خلصنا الفحوصات، قابلنا الدكتور، فبعد بقت بس العملية باكر. هسه أكيد وين تقسيم حتى نتعشى ناكل لنا شيء مرتب، لأن باكر ورانا صيام 8 ساعات فلازم نضبطها هسه. صباح الخير، هسه الساعة 7 نزلنا حتى نتريق، وهذا هو الريوق، وهذا هو آخر شيء راح آكله منا الموعد العملية. يعني لازم 8 ساعات أو 7 ساعات قبل العملية أنا صايم بدون أي أكل أو شرب. بعدها أثناء العملية إنه ممكن آكل أو أشرب طبيعي، بس قبل العملية لازم إنه لا آكل ولا أشرب أي شيء. فهذا آخر شيء هسه راح آكله الساعة 7 ونشوفكم بالعملية. ونختمها بهذا البطل المي. مو كله بس هذا آخر شيء راح أشربه اليوم. بسم الله. وصلت السيارة جوا بالفندق، راح نروح المستشفى ونبدي إجراءات العملية لهذا اليوم، اللي أول شيء راح نلتقي بالدكتور، نشوف لنا الدكتور ونرسم الخطة، يعني يخطط الشعر شلون راح يكون. وهذا الملف مالتنا كامل، ولابسين قميص حتى شنو يسهل الإجراءات قبل وبعد العملية. يعني من تنزع ملابسك القميص يكون أسهل. فنوصل هناك ونشوفكم شنو راح يصير. المنطقة المانحة عند حضرتك من حيث الكثافة جيدة، ولكن حجم المنطقة المانحة عندك صغير، وحجم منطقة الصلع كتير كبير. نحن بالنسبة لنا حضرتك هون عندك شوية شعر، اوكي، نحن بنشوف هي المنطقة فارغة بشكل كامل، يعني هذا الشعر اللي شايفه هون هذا وبر، شعر ناعم ما بيطول، فنحن بنعتبره غير موجود. بالنسبة لنا هي المنطقة تعتبر فارغة بشكل كامل، ما عدا هي الكتلة الشعرية الصغيرة اللي موجودة هون بدائرة لا يتجاوز قطرها 3 سنتيمتر. فنحن عندنا الصلع كلي، مثل هذا نحن بنشوفه فارغ، هذا الشعر اللي ما بيطول الوبر البيبي هير نحن بنشوفه فارغ، بنعتبره غير موجود. عندنا منطقة كبيرة جدا، عندنا منطقة مانحة صغيرة نسبيا. هلا رح نمسح خط الجبهة مثل ما انك شايف، رسمت لك الخط على حدود العضلة، العضلة هيك جاي شكل عندك. استاذ طارق شايف؟ هذا شكل العضلة عندك هيك طالع من. فرسمت لك انا خط الشعر على حدود الجبهة، يعني اكثر من هيك. اذا بنزل بالخط رح يلامس الجبهة، رح يطلع خط غير طبيعي. فانت من الخليقة عندك الجبهة عريضة من هون، بالخليقة الجبهة عندك عريضة هون. ممكن بعمر اصغر كانت الجبهة عندك اصغر، ولكن الجبهة بعد سن البلوغ عند الذكر بتبلش انه تكبر، فبعمر معين بتضل بتكبر الجبهة. عرفت كيف؟ فهلا انت اخر حجم وصل الجبهة له هو هاي حدود الجبهة. بس ترفع حواجبك تشوفها عن قرب، شايف حتى عم يتحرك الخط اللي نحن رسمه. لاحظ خط الشعر لازم مع حركة الحواجب ما يتحرك. يعني انا رسمت لك خط الشعر على الحدود العظمى، يعني على الماكسيموم.
لحدود الجبهة صار الخط قريب جدا من الجبهة، وقت عم ترفع حواجبك الخط اللي أنا راسم لك يا خط الشعر عم يتحرك. لا رح نعمل قياس على الليزر حتى نشوف التناظر بالخط. طبعا نحن ما بنريد انه الخط يكون متناظر بنسبة 100%. نسبة التناظر الأعظم اللي نحن بنريدها تكون موجودة بالخط الأمامي هي بنسبة 90 إلى 95% كحد أعظم. يعني الخط المتناظر 100% بيكون خط غير طبيعي. مثل ما بتعرف كل البشر الخط إضافة إلى كل أعضاء جسمنا بتكون غير متناظرة بنسبة 100%. والتناظر بجسم الإنسان شيء غير موجود وغير طبيعي، لذلك لازم يكون في فارق ما بين خط اليمين وخط اليسار ولو شيء بسيط. الزراعة عند حضرتك رح تكون للمنطقة الأمامية والوسطى. رح نمشي بتدرج طبيعي مثل ما قال لك الدكتور بما يتلائم مع عدد البصيلات المتوفرة لدينا. النتيجة بالأمام رح تكون جيدة. المنطقة 1 و2 2800 بصيلة. في عندك دائرة شعرية بالأمام رح يكون فيها تكثيف ب 350 بصيلة. بعدها رح نقلل العدد تدرج طبيعي. المنطقة 3 بداية المنطقة 4 700 بصيلة. نهاية المنطقة 4 من منتصف المنطقة 4 لنهايتها 850 بصيلة. هي بنسميها منطقة عبور. تدرج طبيعي منطقة عبور. لما نيجي نزرع الآن إن شاء الله ممكن نبدأ بالتكثيف من هاي المنطقة ونكمل منطقة التدرج. اوكي تمام. هسه خلصنا راح نروح للحلاقة. شكرا دكتور تعبتك. بالعكس بس سعيد. الله يخليك. هسه راح يجي يحلق هذا الشعر يعني والحلاق أكثر حلاق شغلته سهلة بالعالم. دقة صفر وفي أمان الله. شوف هاي اللوحة هنا ايش قد حلوة. إذا تجي لها من هاي الجهة فد شي. وهسه دخلنا لغرفة العمليات وراح يخلون المخدر وبعدها يبدون يقتطفون الشعر. حاليا كملت المرحلة الأولى اللي هي الاقتطاف. أخذوا الشعر من راسي وهسه جابوا لنا أكل استراحة شوية يعني شوية دوخة شوية بسيطة فراح ناكل وبعدها استراحة تقريبا نص ساعة ونرجع نكمل المرحلة الثانية اللي هي الزرع بالرأس. هذا هو الشعر مالتنا اللي قطفوه اللي هي 4500 بصيلة. راح إن شاء الله نزرعها بالمقدمة. أنا الزراعة اختاريت أن تكون على مرحلتين. المرحلة الأولى هي فقط بالمقدمة 4000 يعني إذا أوزعها على كل الرأس راح يصير الكثافة قليلة. فأنا اختاريت أنه ال 4500 نزرعها بالمقدمة وبعد سنة راح شوية تقوى المنطقة المانحة نرجع ناخذ مرة ثانية ونغطي منطقة التاج. نكمل لكم بعدين. وهنا بدت عملية الزراعة مثل ما جاي تشوفون. والألم حرفيا صفر، ما أحس بأي شيء. حاليا وصلنا للبصيلة الأخيرة اللي راح نزرعها. بديت؟ 1 2 3 وهاي آخر بصيلة رسميا زرعناها. ثانك يو. حاليا خلصت الزراعة. باقي بعد المستشفى تقريبا ساعة هيجي على مود يكملوا الإجراءات بعد العملية. خاف يصير شيء خاف هاي يعني مراقبة بسيطة وبعدها نتوجه إن شاء الله للفندق. فهاي الزراعة النهائية. هاي الرسمة النهائية. شنو رأيكم بالرسمة؟ طبعا الرسمة تتحدد على أساس الجبهة. أنا الجبهة مالتي كلش كبيرة يعني وين نهاية الجبهة يكون نهاية الشعر. ما يصير ينزل على الجبهة لأن هاي منطقة بيها عضلات والزراعة بمنطقة الجبهة راح تكون بيها مشاكل أكثر ما تكون بيها فوائد. أحد يعني المشاكل أول شيء احتمال 50% من الشعر راح يتساقط اللي ينزرع بالجبهة. الشيء الثاني راح يكون مو مرتب يعني شعره رايحة يمين شعره رايحة يسار فغلط ينزرع بالجبهة وأيضا راح يبين إنه هو مزروع. بس من ينزرع على نهاية الجبهة يعني تنزرع بس فروة الرأس راح يبين كأنه الزراعة حقيقية. هسه خلصنا كل شيء. العملية وما بعد العملية وهذا العلاج اللي لازم ناخذه خلال ذني ال5 أيام
ونازلين هسه للريسبشن. هسه نازلين للريسبشن حتى ناخذ سيارة ونروح للفندق. وهنا خل اشوفكم طريقة النوم الاول 10 ايام. اول شي نخلي الغطاء على المخدة حتى السوائل اللي تنزل من الرأس ما تدمر المخدة. بعدها نخلي وسادة الرقبة بهالشكل حتى ننام مستقيم وما نتحرك يمين او يسار، وبهالطريقة ننام وما يلامس اي شيء المنطقة المزروعة. صباح الخير. اليوم ما عندنا شيء، راح ننزل نتريق واخذ العلاج وبعدها نروح للمستشفى بس يشيلون الضمادات، ويمكن عندنا مقابلة بسيطة وإلى المستشفى، وبعدها ما عندنا شيء لليوم الثاني بعد العملية. هسه نضرب الريوق على هذا المنظر. طبعا الناس اللي قدام هنا كلهم مثل حالي وين ما اروح الناس مطبرة. وهنا وصلنا للمستشفى وشالوا الضمادات وبدأوا بتعقيم المنطقة المزروعة والمنطقة المانحة. وهذا هو أعوذ كان المصور مالتنا طول فترة العملية وما بعد العملية. هلا عم نفحص المنطقة المزروعة. Ekim bölgesinde de kanama nekroz yoktur. ما في عنا نزيف، ما في عنا أي مضاعفات. Grefler yerinde. كل البصيلات بمكانهم. Gayet iyi. Her şey yolunda. Gayet iyi gözüküyor. Homojen şekilde bir ekim olmuş. عم بيقول تمت الزراعة حسب الخطة المرسومة، الوضع عندك جيد جدا. تمام الحمد لله. حاليا شلنا الضمادات مثل ما تشوفون، وهاي الرسمة النهائية. حاليا ما بقى عندنا شيء بسيط يعني، وهاي اللي هي شهادة الضمان اللي تنطينا ضمان 30 سنة بالزراعة. تخيلون؟ حاليا خلصنا من إزالة الضمادات وتعقيم المنطقة المزروعة والمانحة، وحاليا ما عندنا شيء. أطلع أمشي عادي كلش طبيعي، لكن الرياضة ممنوعة، التعرق ممنوع، العمل المجهد ممنوع. وباكر نرجع حتى يغسلون المنطقة، وبعدها أني أكمل الغسل طبيعي. فهسه راح نرجع للفندق وبعدها نطلع نفرفط جدا طبيعي. هسه وصلت السيارة، إن شاء الله راح نتوجه للفندق. يس ثانك يو. يا الله. طبعا هاي باكج العلاج اللي راح استخدمه بعد العملية من اليوم لحد 3 أشهر. بعد ساعة أروح للمستشفى حتى يغسلون الشعر، وهاي هي الزيارة الأخيرة للمستشفى. بعد خلاص نكون خلصنا من المستشفى، تبقى لنا 3 أو 4 نفرفر بيهم بعد براحتنا ونرجع للعراق. لحد الآن خلصنا كل شيء من ناحية المستشفى، انطونا الباكيجات، الباكج العناية اللي راح يستمر عليه منا 3 شهور، طول الأشياء اللي يحتاجها بالغسيل والتنظيف خلال هاي ال10 أيام. فكل شيء من ناحية المستشفى بعد ساعتين يخلص. وأيضا راح تشوفكم كل التفاصيل، واكو هواي أشياء أحكي لكم إياها لازم. وهسه وصلنا المستشفى وغسلونا المنطقة المانحة والمنطقة المزروعة. هسه خلي أشوفكم شنو ينطون المستشفى بعد ما تكمل عملية الزراعة مباشرة. أول شيء عندنا هذا الباكج هو للغسل من شامبو وسيروم، وهاي اللي تخلي بيها مي وتغسل راسك. إذن تستمر عليه لمدة أسبوع من بعد العملية أو 9 أيام. إذن نخليهن على صفحة. تجيب هاي العلبة 2 سيروم و1 شامبو اللي يكون على شكل رغوة حتى ما تفرك راسك وهيك شيء. وراها ورا ما تخلص أول 10 أيام يجي عندنا هذا الباكج الخاص بالمستشفى. هذا الباكج يكفيك لمدة 3 أشهر، يعني هسه هذا شهر، هذا شهر، هذا شهر، ذني شهر، ذني شهر، يعني المجموع انه هذا الباكج يكفيك شهر من مقويات، سيرومات وغيره. انت خلال هاي 3 أشهر ما راح تحتاج تشتري اي شيء، كل شيء موجود عندك بهذا الباكج، سيرومات، شامبو، تريد تغسل، تريد اي شيء تسوي كلها تستخدم هذا الباكج. بعد 3 أشهر في حال خلاص اذا انت حاب مثلا تعيد المقويات، انت مجرد تروح لاي صيدليه تاخذ نفس المواد اللي موجوده بهذا المقوي. الشغله الثانيه ينطونك هذا الكتيب اللي بكل تفاصيل عمليه الزراعه والعنايه بالزراعه من اول يوم تزرع لحد ما يخلص وينبت الشعر. هاي التعليمات اللي تجي ويا هذا الباكج تكون بهالشكل، التعليمات الخاصه بهذا الباكج، وهاي كارت الضمان وهذا الكتيب، كل هاي تجيك من المستشفى بهاي الحقيبة بهالشكل. وأيضا نسيت هذه الشفقة أو القبعة اللي راح تلبسها، اللي راح تكون مجوفة بهالشكل من الداخل،
اللي راح تلبسها لما تكون اكو اشعة شمس مباشرة قوية او مكان بأتربة او من هذه التفاصيل حتى ما تأثر على البصيلات المزروعة. كل هذه التفاصيل راح نعطوك اياها بعد ما تكمل عملية الزراعة. شوف انا متأكد اكثر سؤال يجيني هو شنو السعر، شنو التكلفة، ايش قد يصير علي. شوف كل شخص تكلفته مختلفة عن الاخر. ليش؟ حسب انت وضعية شعرك شنو يحتاج، ايش كم بصيلة راح تنطي المانحة مالتك، انت تحتاج فقط تجي للمستشفى او تريد المستشفى يرتبون لك الفندق واستقبال وطيران وكل شيء. فكل هاي التفاصيل انت تحددها. شلون تحددها؟ اكو رابط راح اخلي لكم هذا الرابط تسوي من خلاله استشارة مجانية. راح يطلع لك فوق شريط هنا او تلقونه موجود بالوصف مال هذا الفيديو. هذا الرابط تدخل عليه راح يطلبون من عندك اسمك ومعلوماتك والصور لشعرك من كل الجهات، وعلى اساسه راح يحددون انت شنو تحتاج ويحددون التكلفة. تختار الفرع اللي انت تريد تزرع به، مثلا اكو عندهم دبي، المانيا، تركيا وبعد اكثر من دولة. انت تختار الفرع اللي يناسبك اللي تزرع يمه. فعلى اساس هذه التفاصيل انت راح تعطيهم اياها وما راح يتواصلون وياك يحددون السعر والتكلفة. فادخلوا على الرابط وسووا الاستشارة، هي مجانية، وشوف شنو يحتاج شعرك، شنو ايش قد التكلفة. حتى مثل ما اني سويت، تجي هي زراعة، هي سياحة، هي ونسة، مأمن على نفسك، نتيجة مثل ما جاي يشوفون. روحوا. ولهنا خلصت كل تفاصيل العملية. باقي لنا 3 أيام نفرفر بيهن ونرجع للعراق. وأي سؤال ببالكم، أي استفسار، اكتبوا لي بالتعليقات وراح أجاوبكم إن شاء الله.